أهلا بيكم يا شباب في الشرح بتاعنا النهاردة. إحنا النهاردة جايبين الخلاصة، خريطة طريق متكاملة متقسمة بالملي عشان نفرم بيها المنهج كله. لو حاسين إن الوقت بيجري والمواد دخلت في بعضها، فالدليل ده هيكون هو طوق النجاة والبوصلة بتاعتنا في الأيام اللي جاية. أكيد السؤال اللي بيدور في دماغ كتير مننا دلوقتي، هل بجد ينفع ألم منهج سنة كاملة في 40 يوم بس؟ طبيعي جدا نحس بالضغط أو إن المنهج ده عامل زي الجبل اللي مستحيل نطلعه، خصوصا في سنة مصيرية. بس الإجابة القاطعة هي أيوة، ينفع جدا. السر مش في عدد الأيام، السر في إدارتنا للأيام دي. وخلينا في الدقايق اللي جاية نفكك مع بعض النظام السحري ده حتة حتة. النظام ده متقسم لأربع مراحل أساسية. هنبدأ نفهم قواعد النظام نفسه، وبعدين هندخل في المرحلة الأولى وتكمل معانا لحد الرابعة، وهنختم بشوية قواعد ذهبية للنجاح مفيش غنى عنهم. فيلا بينا. أول حاجة النظام، أو زي ما بنسميها قواعد اللعبة. قبل ما نقول هنعمل إيه في اليوم الأول، لازم نبني الأساس الصح لليوم بتاعنا. من غير الأساس ده، أي خطة هتكون مجرد حبر على ورق. طيب، شكل اليوم بتاعنا هيكون عامل إزاي؟ إحنا بنتكلم في حوالي 8 ل 10 ساعات مذاكرة في اليوم، بس مش ورا بعض. هنمشي بنظام 90 دقيقة تركيز تام، ونفصل ب 15 دقيقة راحة. وعشان المخ ما يفصلش، هننوع كل يوم بين 3 مواد: مادة تقيلة، ومادة متوسطة، ومادة خفيفة أو معتمدة على الحفظ. وأهم حاجة بقى، الساعة الذهبية في آخر اليوم، دي مخصصة بس للمراجعة السريعة وحل الأسئلة، ودي اللي بتثبت الشغل بتاع اليوم كله. توزيع المجهود هنا معمول بذكاء جدا، يعني المواد اللي حجمها كبير واخدة حقها وزيادة. الإنجليزي مثلا متقسم لأكتر من 12 جزء مع القصة، والعربي 11 جزء. وطبعا البعبع بتاعنا الفيزياء متقسمة ل8 أجزاء. التقسيمة دي بتضمن إننا مش هنتزنق خالص في المواد الدسمة في الآخر. ندخل بقى في الشغل الجد. المرحلة الأولى مرحلة التأسيس، ودي بتاخد أول 10 أيام. التركيز هنا مش على الكم، على قد ما هو على إننا نبني العادة ونعمل تسخين قوي جدا للي جاي. في أول 5 أيام الخطة بتلعب على التبديل الذكي بين المواد العلمية الأساسية زي الكيمياء والفيزياء والأحياء، وبين اللغات زي العربي والإنجليش والفرنساوي. الفكرة دي عبقرية لأنها بتمنع الإرهاق الذهني تماماً، وبتخلي المخ دايماً فايق، وكل ده بالتوازي مع حل أسئلة بشكل يومي طبعاً. ولما نكمل بنفس الرتم من اليوم السادس للعاشر، هنبدأ ندخل مراجعات سريعة زي قوانين الفيزياء مثلا. واليوم العاشر بقى بيجي عشان يقفل المرحلة دي بحل شامل وكامل على الكيمياء. كده احنا قفلنا التأسيس بضمان إننا ذاكرنا وراجعنا وطبقنا كمان بإيدينا. ننتقل للمرحلة التانية، التوسع، من اليوم ال11 لليوم ال20. هنا إحنا بننقل لمستوى أعلى شوية، بنخلص الأجزاء الأساسية ونبدأ نشم ريحة الامتحانات الحقيقية. في الأيام دي بنبدأ نرمي كروت جديدة في الجدول، يعني في اليوم ال13 بنبدأ ندخل الجيولوجيا. كمان بنحط امتحانات صغيرة في النص زي امتحان كيمياء في اليوم ال12 عشان نختبر الذاكرة أول بأول، وإحنا مكملين طبعاً في النحو والجرامر. ولما بنقرب من نهاية المرحلة دي وتحديداً من اليوم ال16، بنبدأ نقفل أقسام زي الأدب والقصة. النقطة الفاصلة بقى هي اليوم ال20. اليوم ده مخصص بالكامل لحل امتحانين كاملين. دي حرفياً لحظة انتصار، لأننا بنكون عدينا نص المسافة بالظبط. نيجي بقى للمرحلة الثالثة، ودي بنسميها ميدان الاختبار، من اليوم ال21 ل30. الاستراتيجية هنا بتتشقلب تماماً. احنا خلاص شربنا المعلومات، دلوقتي وقت إثبات المعرفة الحقيقية. اللعبة هنا إن كل يوم في ال5 أيام دول مكثف جدا على مادة واحدة بس. نراجع أحياء ونمتحن عليها، نراجع كيمياء ونمتحن عليها، وهكذا. الفكرة إننا نصطاد أي نقطة ضعف ونعالجها في وقتها فوراً قبل ما الأمور تتراكم. ومن اليوم ال26 لحد ال30 إحنا هنا في المحك الحقيقي. دي فترة الامتحانات الشاملة في كل المواد، والموضوع مش مجرد حل وخلاص، الأهم هو مراجعة الأخطاء وحفظ المعادلات والنقاط المهمة. الامتحان الشامل هنا زي المراية اللي بتورينا مستوانا بمنتهى الشفافية. وأخيراً المرحلة الرابعة، اللمسات الأخيرة، من اليوم 31 ل40. التون هنا بيهدى شوية من ناحية الضغط، وبنركز على التلميع والتضبيط النفسي والذهني. هنا بنركز على التفاصيل اللي بتخطف الدرجات، بنقفل مهارات الكتابة والترجمة في اللغات، وبنحل أفكار الامتحانات المتنوعة والمتوقعة في الفيزياء والكيمياء والأحياء. دي ببساطة مرحلة تجميع الدرجات وتثبيت الأفكار.
خلاص خط النهاية بيقرب. في الأيام من 36 ل 39 بناخد آخر دفعة، بنعمل مراجعات نهائية، واليوم ال 39 ده بيكون مسح شامل وحل امتحانات لكل المواد الخفيفة مع تنظيف الطريق من أي أخطاء متبقية تماماً. ووصلنا لليوم 40، اليوم اللي كل طالب بيحلم بيه. ده مش يوم مذاكرة خالص، ده يوم تثبيت الثقة. بنبعد فيه عن الكتب العميقة، بنقرأ ملخصات بس من غير أي ضغط. الأهم في اليوم ده هو الهدوء النفسي، ننام بدري ونتوكل على الله بقلب مطمن. المرحلة الأخيرة في الدليل بتاعنا النهاردة، القواعد الذهبية للنجاح. الخطة اللي اتكلمنا فيها دي عشان تشتغل زي الساعة محتاجة شوية نصايح ومبادئ أساسية نمشي عليها ومفيش فيها هزار. أول قاعدة وأهمهم، الاستمرارية تكسب عدد الساعات، ولو وقع مننا يوم يتعوض فوراً من غير تأجيل. والفرق الجوهري بين اللي بيجيب مجموع واللي بيعاني هو الممارسة الإيجابية. يعني إيه؟ يعني حل الأسئلة بالإيد دايماً، وده بيكتسح مليون مرة مجرد الفرجة على الشروحات والفيديوهات بشكل سلبي. المجهود الجبار ده لازم يكون معاه يقين. المصدر بتاعنا بيختم بجملة بتلخص الحكاية كلها: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لما بنعمل اللي علينا ونلتزم، ربنا قادر يغير كل حاجة في لحظة، والمجهود الصادق ده عمره ما بيروح على الفاضي أبداً. الخطة دلوقتي بقت بين إيديكم والمقومات كلها جاهزة. القاعدة الأخيرة بتقول ممنوع تماماً مقارنة نفسنا بأي حد تاني. المطلوب هو إننا نبدأ فوراً حتى لو حسينا إننا متأخرين. البداية دايماً هي أصعب بس أهم خطوة. إيه بقى أول خطوة المفروض تتاخد النهاردة؟ تجهيز الجدول والبدء في اليوم الأول بثقة. شكراً إنكم كملتوا معنا للآخر، ويلا بينا نبدأ رحلة ال40 يوم دي بكل قوة.